خلي الشعب دروك يخرج ويزهى. اكيد احنا نستاهلوا الفرحه هذه. انا عندي حاجه واحده اللي نقدر نقولها، انه كي نتفكر بلادي يلزم ويتوجب عليا اني نقدم كل ما عليا، لانه بلادي. والله راني فرحانه بزاف، ما قدرتش واش نقول في الكلمات. أعربت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن فخرها بالوصول إلى النهائي. وقالت خليف في تصريحات خاصة بها قنوات بي إن سبورتس: لا تهمني الأشياء الأخرى وتركيزي على المنافسة. وتابعت: قدمت كل ما لدي من أجل الذهاب إلى النهائي، وفخورة بأدائي والحلم أصبح حقيقة. وأضافت بطلة الملاكمة الجزائرية: عملنا كفريق لمدة سنوات، ويجب التركيز لنكون على قدر المسؤولية من أجل نيل الذهب. وعن الضغط الكبير الذي فرض عليها من أجل إبعادها من المنافسة، قالت: بصراحة هناك فريق خاص للجنة الأولمبية الذي يسهر على متابعتي من أجل تفادي الصدمة، وأنا مركزة الآن على المنافسة. وزادت: المهم أنني وصلت إلى النهائي، وسأقدم كل ما بوسعي. واستطردت قائلة: أوجه تحياتي إلى أمي، وأشكرها جزيل الشكر، وكل القرية التي أقطن فيها، وكل العالم العربي والعالم بأسره، وتحيا الجزائر. وختمت: فاجأني الجمهور. عندما دخلت القاعة قال لي المدرب أن جمهورا غفيرا بانتظارك، وعندما شاهدته تفاجأت، وأهديه هذا الفوز، وتحيا الجزائر.